قول لي بقى، اسمك ايه؟ القيصر. بصوا بقى، يوسف الشريف من النجوم اللي كلنا مستنيينهم من السنة للسنة، مش بس عشان تمثيله، لا، عشان كمان نوعية الأعمال اللي بيختارها، من أول القيصر لكفر دلهاب، بعدين النهاية وكوفيد 25 دايما مختلف. طبعا الاختلاف ده ورا شريك مهم جدا، المؤلف عمرو سمير عاطف. الاتنين دول مع بعض عاملين كيمياء رهيبة. يعني مثلا رقم مجهول اللي كله غموض وتشويق، الصياد اللي كان لعبة نفسية ما بين القط والفار، أما كفر دلهاب اللي قلب الدنيا وقتها بالرعب، ولحد النهاية اللي لأول مرة يدخلنا على الخيال العلمي في الدراما المصرية. والسنة دي يوسف الشريف رجع مع عمرو سمير عاطف تاني، والمخرج محمود عبد التواب، والإنتاج لشركة أروما مع تامر مرتضى. وده معناه إننا غالبا كده قدام عمل ضخم، خصوصا إن الشركة دي معروفة إنها بتركز على الجودة والشكل المختلف. بس للأسف لحد دلوقتي مفيش ولا معلومة عن القصة. هل هيرجع بخيال علمي تاني زي النهاية، ولا غموض نفسي زي رقم مجهول، ولا يمكن لأول مرة هنشوف يوسف الشريف في حاجة اجتماعية؟ تفتكروا بعد الغياب ده كله انتوا شايفين يوسف الشريف وعمرو سمير عاطف ممكن يودونا على فين المرة دي؟